اهلا بحضراتكم من جديد واستكمال الفقره الحواريه مع الكاتب الصحفي الكبير والناقد الرياضي الاستاذ لطفي السقعان. طيب استاذ لطفي، لو سالتك على كاس الامم في المغرب، مين المنتخب الابرز للفوز بهذه البطوله؟ اكيد المغرب. اكيد المغرب. اكيد المغرب. بعد 50 سنه من اخر مكسب 76 ممكن تكسب بطوله على ارضها؟ هم مش عاملين البطوله عشان يخسروها. هم هيحاربوا بكل الطرق اكيد طبعا. مفيش بص، المغرب بتمر بطفره كبيره جدا. مظبوط. بس احنا في مصر بنرضى باقل القليل، بنرضى بالفتات. فوزي لقجع عامل حاجه غير عاديه. عامل حاله، ده بيعدوا له عدد البطولات اللي خدها من ساعه ما تولى المسؤوليه. ايوه. وعلى مستوى الدوله مديله تكليفات بشكل كبير جدا. بيقوم بادوار في الانشاءات، في التعامل عشان ساعات كاس العالم وما الى ذلك. لكن مش هتبقى البطوله في المغرب ويخرج منها خالي الوفاض. على الاقل يبقى في منافسه غير عاديه في هذه البطوله. فامر طبيعي ان المغرب يكون منافس رقم واحد في هذه البطوله. جمهور، ارض، كل العوامل معاه ان هو يكسب، ما عندوش اي ازمه. عنده منتخب محترف بشكل قوي جدا، رابع العالم. فامر طبيعي ان ده هيكون مخيف لكل الانديه. عشان كده انا لكل المنتخبات. عشان كده انا بتكلم، لو فكرنا نطلع انا مش هينفع اطلع بدول. انا لازم ابدا اجيب لعيبه مصريه محترفه في الخارج من بدري. في كلام على انضمام هيثم حسن في الاجنده الجايه. في كلام ان هيثم حسن يجي، ما عنديش ازمه. كويس انه جاي. كنا بنقول الكلام ده من كام سنه. لكن لم يستمع لينا احد. ادور على غيره برضو ان انا اقدر اتعامل معاه بشكل كبير، لان صعب جدا ان انا هبقى طول الوقت بلعب بلاعبين محليين مطعمين بدوليين. بمعنى كلمه دوليين يعني محترفين. وانا العدد عندي اصبح قليل جدا في مصر، فبالتالي انا محتاج ادعم بشكل كبير جدا، لان ده بيفرق ان انا اقدر اواجه لعيبه. ممكن الحماس بياخدني شوط، لكن مش هقدر اكمل شوط تاني. ولو وصلنا وقت اضافي خلاص انا بره، مش هقدر على ده. لكن مطالب ان انا ابدا افكر بشكل كويس جدا ان انا اللعيبه المصريه اللي موجوده بره ومعاها الجنسيه المصريه بالاضافه للجنسيه الحاليه، فامر طبيعي ان انا ابدا افكر دول هيبقوا فين المرحله الجايه وادعم ازاي. لان للامانه التواجد في كأس الأمم الأفريقية يتطلب المزيد من تطوير الفكر الفني لدى الجهاز الفني. طب حصل تطوير للفكر البدني، ان تم انضمام معد او معد احمال او معد بدني للجهاز الفني